إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. إن الفيديو ده أهم فيديو أنا هنزله في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 2024، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعة 2023 علم علوم. جايين ان شاء الله نتكلم عن هتعمل ايه قبل ما شهر واحد يخش عليك. كام نقطة كده هنتكلم فيها، مشاكل كانت بتواجهكم هنحلها ان شاء الله في الفيديو ده وهنتكلم عنها. انا جمعت شوية حاجات بتواجهكم وعامله لكم صعوبة، ان شاء الله هنحلها ونخليها سهلة. انتم ملاحظين ان انا غيرت في اللوكيشن شوية. في حد من الناس المعروفين يعني انا بحب اشكره لو سمع الفيديو ده، اقترح عليا وقال لي هات الرينج لايت كده من الجنب عشان تديك اضاءة شوية. انتم ملاحظين الفرق، وطبعا شايفين ان الرينج لايت مش ضاربه في النضاره زي الاول، فالدنيا مظبوطه. انتوا برضو لو شايفين ان الدنيا مش مظبوطه قوي عرفوني تحت في الكومنتات. حاجه هنتكلم فيها في الفيديو ده، هل لو بدات لي دلوقتي هلحق؟ وهل الحاجات اللي انا مراكمها هاجي بعد كده هنساها ولا هفضل فاكرها؟ هتكلم بس في الاول عن حته هل انا هلحق ولا مش هلحق. اقول لك يا صديقي ان الفتره دي اللي انت فيها اللي هي اخر 15 يوم من شهر 12 ويمكن اكتر من كده كمان، هي عامه قبل ما شهر يناير يبدا، دي اخطر فتره هتقضيها في الثانويه العامه. كده المفروض يا صديقي تبقى انت داخل شهر واحد وانت مستريح. بالمناسبه ان خلاص قربت جدا اجازه نص السنه ليكم. هل هتعمل ايه في اجازه نص السنه؟ ايه الدنيا معاك فيها؟ هكلمكم عنها ان شاء الله في فيديو قريب. نرجع للموضوع بتاعنا، هل انا لو بدات هلحق ولا مش هلحق؟ بقول لك انك لو بدات في الفتره دي وحاولت تخلص الحاجات المتراكمه عليك قبل ما شهر واحد يبدا، فانت كده في السيفتي زون، كده في منطقه الامان، تقدر بعد كده ان انت تبقى مستريح والدنيا معاك متظبطه. الكلام ده عن تجربه بس مش شخصيه، اصحابي كانوا معايا في الدفعه وكانوا بيحصل معاهم نفس المشاكل، كانت مراكمه وناس كانت لسه ما بداتش حاجه، شدوا حيلهم وقبل ما شهر واحد كان بيخش عليهم كانوا مخلصين الدنيا. عايز اقول لك انك هتضطر ان انت الفتره دي تطحن نفسك فيها بحيث ان انت تخلص اي حاجه متراكمه عليك. التاني في ناس بتقول هل انا لو بدات دلوقتي وخلصت كل اللي عليا هتقارن مع اللي بدا في اول السنه؟ اقول لك ربنا سبحانه وتعالى مش بيحسبها مع الواحد هو اشتغل امتى، هو بيحسبها هو اشتغل قد ايه. ربنا سبحانه وتعالى لما هيجي يديك الجزاء بتاعك او المفروض النتيجه بتاعتك هيديها لك على قد انت تعبت قد ايه. ممكن في شهر واحد تتعب تعب واحد ما تعبوش بقاله 6 شهور بيشتغل على نفسه. انا كلامي ده اني بخوف الناس اللي هي بادئه من بدري، معنى كده انهم مش هيجيبوا مجموع، لا طبعا انت واحد متقدم وتقدر تشد حيلك اكتر من كده وتجيب مجموع عالي جدا. الكلام ده بتكلم عن الناس اللي هي متاخره وفاكره ان هي لو بدات دلوقتي مش هتجيب مجموع عالي. بقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى مش بيحسبها معاك على قد انت بدات امتى، هي الفكره كلها ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك انت تعبت قد ايه. ممكن واحد في 5-6 شهور يكون بيتدلع، انت جيت في شهر او في شهرين قضيت على المشكله بتاعتك كلها. احب اطمنك واقول لك انت لو بدات دلوقتي والله العظيم هتلحق، والله بعون الله هتجيب مجموع عالي كمان. الكلام ده انا مش بقوله على اساس ان انا بحفزك او بقول لك يلا اتحرك، لا انا بقول لك عن تجربه من دفعه 2023. انت لو المفروض بعد الفيديو ده مراكم عليك حاجه، في حاجه ما بداتهاش ابداها وما تخافش. كتير برضو سالتني انا في لغات لسه ما بداتهاش، العربي او الفرنساوي او اي حاجه عامه فيها لغه. العربي الماده الوحيده اللي ما ينفعش فيها لا تراكمها ولا انك تبداها متاخر. انا كلامي ده ان انت لسه لغايه دلوقتي لو ما بداتش عربي فابدا عربي عشان العربي طويل جدا. بالنسبه للانجليزي وبالنسبه للغه الثانيه سواء هي ايه، بالنسبه للغه الثانيه فهي منهجها بيبقى خفيف، يعني لو بداتها في شهر واحد او متاخر شويه صغيرين ما يجراش حاجه. الانجليزي خطير بس مش للدرجه اللي هي لازم برضو لو ما بداتوش تبدا فيه. انت مش عارف تبدا ازاي والدنيا دي كلها، هتلاقيني سايب لك فيديو فوق كده في علامه اي خطه انقاذ ليك لو هتبدا من اول وجديد. فيديو جميل جدا انصحك ان انت تتفرج عليه لو لسه ما اتفرجتش. السؤال اللي بيتكرر كتير وبرضه ناس كتير قوي بتتكلم فيها، انا المفروض في الفتره دي احل كام كتاب او المفروض اعمل ايه اساسا؟ انك في الفتره بتاعه شهر 12 لحد شهر واحد دي المفروض ان انت بتحل اسئله وبتحاول على قد ما تقدر تخلص الابواب وتقفلها خالص. مثلا انت دلوقتي واحد عندك جزئيه في الباب الاول وقع منك في اي ماده، لا انا ارجع لها واحل عليها واحاول اظبطها بحيث ان انا ابقى داخل شهر واحد انا مستريح، كل القديم انا مخلصه وحلل عليه ودنيتي متظبطه. عشان يا صديقي من اول شهر واحد انت كده ابتديت تخش في مدعكه الثانويه العامه حرفيا. كل المدرسين عايزين يخلصوا منهج، كل المدرسين بيزودوا الامتحانات بتاعتهم، كل المدرسين عايزين يعلموا من افكار الطلبه بتاعتهم. تلاقي اغلبيه المدرسين شغالين
شغل من نار. عشان كده انا بقول لك لازم تلحق نفسك ولازم تخلص كل الحاجات اللي وراك. بعون الله انتظروا قريب قوي الفيديو بتاع هتعمل ايه في اجازه نص السنه. وبالمناسبه عايزكم تعرفوني تحت في الكومنتات ايه المشاكل اللي بتواجهكم الفتره دي، ايه الحاجه اللي انا ما اتكلمتش عنها وعايزين نتكلم عنها. وبرده عرفوني اجازه نص السنه بتاعتكم هتبقى امتى عشان اعرف انزل الفيديو في اي وقت. ما تنسوش انا معاكم ان شاء الله، وان شاء الله هنبقى مع بعضينا لحد ما تنجحوا وتحققوا حلمكم. هدفنا ان احنا نوصل لك الرساله ونحاول ننقذك في اي وقت. تحت في الوصف جروب التليجرام بتاعنا وشويه فيديوهات كده لما كنت شفتها خش اتفرج عليها، انصحك تشوفها ضروري. يا رب يوفقكم وتحققوا نفسكم فيه. سلام عليكم.